فضلا وليس امرا، لايك شير متابعه وتعال نديك الجديد. مبروك لجماهير برشلونه الفوز الثاني على التوالي. طبعا بعد ما فزنا على فالنسيا الجوله الاولى، واليوم على اتلتيك بلباو بنفس النتيجه. يا جماعه فالنسيا واتلتيك بلباو ما فريقين سهلين في الدوري الاسباني، رغم الظروف اللي نحن بنمر بها، غيابات واصابات وكده، وبكده برضه قدرنا نفوز على فالنسيا في الجوله الاولى، ونفوز على اتلتيك بلباو العنيد في الجوله الثانيه. ومبروك الست نقاط لجماهير برشلونه. صراحة طبعا اللي عجبني يا جماعة في برشلونة أو في هانزي فيليك يا جماعة هو عودة برشلونة بعد ما الفريق الثاني يجي يسجل عليه. زمان كنا بنشوف انه برشلونة يتقدم لا الفريق يعمل رومونتادا، لكن حاليا مع هانزي فيليك الموضوع غير، برشلونة يتقدم حتى الفريق الثاني لو جه سجل برشلونة قادر انه يجي يتغلب على الفريق الثاني او يسجل وكده. وده اللي ميزة اللي اضافها هانزي فيليك في برشلونة. طبعا الحاجة الثانية اللي اقوله انه كوندي لا يصلح لبرشلونة نهائي. اي زول يقول كوندي ينفع يلعب في برشلونة ده ما بيعرف كرة قدم صراحة كده. كوندي عبارة عن شوارع، يعني ويليامز ما رايح وجاي رايح وجاي شوارع، وكأنه ما في كوندي. يعني أنا عارف الظهير واحد من الاثنين، يا بتكون قوي وجيد دفاعيا، يا تكون جيد قوي هجوميا، يعني يا هجومي يا دفاعي، يا بتكون عندك ميزات بين الاثنين. لكن كوندي لا دفاعيا ولا هجوميا ولا حول ولا، يعني لا بيصنع لا بيسد الهجمات. عشان كده يا جماعه كوندي لا يصلح لبرشلونه نهائي.